بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم لدينا درس جديد. هذا الدرس يتعلق ببنية الكلمة. بنية الكلمة يعني يتعلق بالصرف. يتعلق بالصرف. مثلا أنا أقول يعني كلمة قتل مثلا. كلمة قتل مثلا كلمة قتل هذا فعل مكون من كم حرف؟ ثلاثة. ثلاثي. هذا يسمى ثلاثي. هذا يسمى ثلاثي. إذا نحن أخذنا كلمة القاف أخذناها برا، أو اللام أخذناها برا، الكلمة لا تعطينا معنى. إذا هذه الثلاث حروف هي حروف أصلية، تسمى حروف أصلية. إذا كلمة قاتل هذه كلمة ثلاثية وجميع حروفها أصلية. تمام. إذا أنا قلت كلمة مثلا زمجرة. زمجرة هذه كلمة مكونة من كم حرف؟ 4 حروف. إذا هذه الكلمة رباعية. هذه الكلمة رباعية. إذا شلنا حرف الراء برا تبقى زمج، إذا لا تعطينا معنى. إذا حرف الراء أصلي فيها. إذا هذه الكلمات سواء كانت مكونة من 3 حروف أصلية أو 4 حروف أصلية تسمى كلمة مجردة. مجردة عن إيش؟ عن إيش مجردة؟ قال لي مجردة عن أحرف زائدة. قال لي طيب أنا ما فهمت، أنت قلت لي قاتل هذا حرف ثلاثي. ثلاثي عرفت لك إنه هو مكون من 3 أحرف. مجرد عرفت لك إنه حروفه أصلية، عرفت إنه كل حرف يعني هو في أصل الكلمة، ما إذا أخذناه الكلمة تختلف. لكن مجرد كيف؟ أيوة، مثلا أقول لك كلمة تقتل أو قتلت. قتلت التاء هذه زايدة، إذا شلتها برا بقت قتلة، وإذا خطيت ادتني قتلت أو قتلنا. إذا النون والتاء هي حروف زائدة. إذا هذه الأفعال من حيث تقسيمها تنقسم إلى قسمين: مجردة وهي ما كانت جميع حروف أصلية، وزائدة. إذا نحن اليوم عندنا مدخل لدرسنا اسمه المجرد والمزيد. المجرد والمزيد. شنو المجرد؟ طيب من خلال كلامي أنا، ما معنى كلمة المجرد؟ جميع الأصل يعني. أيوة، جميع حروفه أصلية. تمام يا عزة. والمزيد هو ما كانت فيه حروف شنو؟ زائدة. أحسنت يا عزة، حروف زائدة. طيب تعال نشوف الأمثلة. ممكن يا عزة تقري لنا الأمثلة الأولى؟ وقف التلميذ أمام السبورة. أوقف الضاء. هنا صدمت السيارة الحائط. أيوة، صدمت السيارة الحائط. دحرج الأولاد الصخرة. طمأن الابن أباه. تمام. أوقف الضابط السيارة. ندي الفرصة لنور. هيا نور. صدمت الحافلة الحائط.
تدحرجت الصخرة من الجبل إطمأن ما سامع الصوت، الأبعد الصوت فيه مشكلة. خذي من البداية كده. أوقف أيوة. أوقف الضابط السيارة. اصطدمت الحافلة بالحائط وتدحرجت الصخرة من الجبل. اطمأن الأب عندما وصل لابنه. عندما وصل ابنه. طيب تعال نشوف للقائمة ألف. هي قائمة مجردة ليس فيها أحرف زائدة. مثلا كلمة طيب، نحن حنقارن القائمة ألف مع القائمة باء. القائمة الأولى كلمة وقف، هذا حرف، هذا عفوا فعل مجرد من أحرف الزيادة. هل هو ثلاثي ولا رباعي؟ ثلاثي. إذن هذا مجرد ثلاثي، هذا مجرد ثلاثي. طيب هنا طوال من وقف أصبح كلمة أوقف. هل هو مجرد ولا مزيد؟ مزيد. طيب مزيد. ما هو حرف الزيادة اللي موجود فيه؟ الألف. لا، ما الألف، هذه لا تسمى ألف. الألف الهمزة. الألف هي التي لا يكون فوق علامة النبرة الفوق، هذه تسمى ألف، أما هذه تسمى همزة. إذا أوقف هذه همزة، مكون من كم حرف؟ 4. وقاف. ما أنت قلت أنت بعظمة لسانك قلت أن الهمزة هذه مزيدة. إذا 3. أيوة، إنه الزيادة نحن ما بنعتبرها، هو من الفعل وقف. أنا أوقف برجع طوالي للماضي، أشوف هل هو مجرد، هل هو ثلاثي ولا رباعي. مثلا كلمة أوقف برجع للماضي من الفعل وقف. إذا هذا مزيد ثلاثي، مزيد ثلاثي. صدم، مجرد. اصطدمت، مزيد. اصطدمت مزيد. دحرج مجرد. تدحرج مزيد. طمأن مجرد رباعي. اطمأن مزيد رباعي. إذا المزيد إما يكون ثلاثي وإما يكون رباعي، والمجرد إما يكون ثلاثي أو يكون رباعي. تعالوا نشوف ما هي حروف الزيادة. ما هي حروف الزيادة؟ قال لي حروف الزيادة مجموعة في كلمة سألتمونيها. مجموعة في كلمة إيش؟ سألتمونيها. أنا بحاول أكتب بس الورد ما عايز يكتب. المهم حروف الزيادة مجموعة في كلمة سألتمونيها، اللي هي السين. أيوة، سألتمونيها. هذه حروف الزيادة، هذه حروف الزيادة في كلمة سألتمونيها. سألتمونيها. طيب، أو كلمة ليه نسيتها؟ هويت سمان. هويت السمان. هويت بمعنى أحببت. السمان هو طائر، السمان. أو كلمة أمان وتسهيل. أمان وتسهيل، هذه حروف الزيادة. إذن الفعل إما يكون زايدينه بسين، أو زايدينه بالهمزة، أو زايدينه باللام، أو زايدينه باللام، أو زايدينه بالتاء، أو زايدينه بالميم، أو زايدينه بالواو. في كلمة سألتمونيها. في كلمة سألتمونيها.
أو الواو قلنا، أو النون أو الياء أو الهاء أو الألف. هذه حروف الزيادة. حروف الزيادة طبعا هذا شرح للكلام اللي نحن كنا بنقول فوقه. تعال نشوف القاعدة. قال الفعل المجرد هو الذي تكون جميع حروفه أصلية، وهو نوعان. النوع الأول مجرد ثلاثي، وهو ما تكون من 3 أحرف. هذه 3 أحرف تسمى إيش؟ حرف ثلاثي. إذا الفعل الثلاثي هو الذي يتكون من 3 أحرف. ومجرد أو مجرد رباعي، وهو ما تكون من 4 أحرف، زي كلمة دحرج، دحرج. هذه الحروف الأربعة تسمى رباعي. طيب الفعل المزيد هو عكس الفعل المجرد. الفعل المزيد قال لي هو الذي يشتمل على حرف أو أكثر زيادة على أحرفه الأصلية، وهو برضو نوعان. النوع الأول مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي. إذن هنا الزائد في هذا القاعدة هي حروف الزيادة، وهي مجموعة في كلمة إيش قلنا؟ سألتمونيها أو هويت السمان. هويت السمان، أحسنت. أو أمان وتسهيل. أمان وتسهيل. إذن أي إنسان حفظ كلمة سألتمونيها بتجد أن هذه الحروف هي حروف زائدة في أصل الكلمات. الحرف الزائد يكون في حنجي نتعرف على الزيادة التي قد تكون بالتضعيف والذي قد تكون بالتسهيل. في حدا عنده سؤال في القاعدة والأمثلة قبل ما نمشي نخش على التدريبات ونثبت؟ لا. طيب تمام. لا. على التدريبات. ندخل على التدريبات.